لما بنبقى مجروحين، أقرب حاجة لمعظم الرجالة في بحثهم عن إجابة سؤالهم بتكون المرأة. في ناس ممكن تعمل ده في شكل البورنوغرافي، في شكل علاقة خارج الزواج. ولاد كتيرة قوي بيبهدلوا بنات مش لأنه عايز يضحك عليها، بس لأنه بيحاول إنه يقلل شوية الألم اللي جواه، بإن تكون في واحدة ماشية معاه الطريق، أو واحدة سنداء، أو واحدة بتقول له كلمة كويسة، أو بتسعى عليه آخر النهار، بس هو مش هيعمل حاجة أكتر من كده. وفي ناس تانية برضو بتاخد هذا الوجع لزوجاتهم، فببقى مستني الشرعية والفاليديشن من مراتي، وكأن رضاها عني هو اللي هيسكن الوجع. وفي كل مرة هي بتبقى مش بتديني اللي انا عايزه من الرضا او من الفاليديشن. انا ببقى شاعر انه انا محتاج ارضيها اكتر، وبالتالي انسحب اكتر في محاولة ان انا ان انتزع منها الرضا، وبالتالي احاول اسكن الألم. عشان كده تلاقي العالم كله مليان النهاردة بأمور، بالذات لما تيجي للرجالة يقولك سكس سيلز. حط أي حاجة ليها علاقة بالجنس، حط أي حاجة ليها علاقة بالجمال، حط صورة حلوة لبنوتة أمورة على أي حاجة أنت عايز تبيعها، الرجالة تجري عليها. ودي حتة ترجع برضو إن حواء كان فيها من جمال الله.